اعمل ايه دلوقتي؟ طيب، كويس ان انا جهزت الاكل وخلصته، علشان امي اتصلت بيا وقالت انها مش هتقدر تطبخ النهارده، وانا كويس اني جهزت الاكل. فعملت هنا فرختين، واحده جوه ليا انا وليلى، والتانية هنا في السله دي علشان اديها ليلى تروح توصلها لجدتها، علشان تعبانه ومش هتقدر تطبخ النهارده. بس ليلى اتأخرت قوي النهاردة في النوم، أنا هنده عليها علشان تصحى. يا ليلى، يا ليلى، كل ده نوم؟ اصحي يا بنتي، يلا يا ليلى، انت يا ليلى اصحي. نعم يا ماما. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور. كل ده نوم؟ انت اتأخرتي قوي النهاردة في النوم يا ليلى، يلا تعالي معايا. ده بس ثواني، البس دي ولا التاج؟ لا، دي كويسة قوي. حاضر. تعالي بقى معايا، يلا يا حبيبتي. يلا. استني، تعالي. انا عاوزاكي دلوقتي تفطري، علشان عاوزة منك حاجة تعمليها يا لولا. ده هي الفرخة الكبيرة دي كلها ليا؟ لا يا حبيبتي، فرخة ايه بس اللي كلها ليكي؟ في حد هيفطر الفرخة كلها؟ انت هتفطري الساندوتش الحلو ده بس. اللي انا عاوزاه منك انك هتاخدي الفرخة اللي في السلة دي وهتروحي توصليها لعند جدتك علشان تتغدى بيها، لان جدتك مش قادرة تطبخ النهاردة اي اكل علشان تعبانة، واحنا عندنا فرخة تانية جوه هناك في المطبخ اهي، هناكلها انا وانتي لما ترجعي بالسلامة من عند جدتك يا ليلى. حاضر يا ماما. يلا بقى يا حبيبتي افطري علشان تلحقي تروحي لجدتك وترجعي، وتخلي بالك من نفسك وانتي ماشية في الطريق. ماشي. مع السلامة يا ماما. استني هنا، خدي كل الكيك ده كمان. حاضر. يلا بقى يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك وانتي ماشية. باي باي. باي يا ماما. متأخريش يا ليلى. حاضر. لا 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 لا. أرانب حلوين قوي، وعصافير. ايه ده؟ ده في ثعلب مستخبي هناك. انا مش هخليه يعرف ان انا انتبهت له قوي كده عشان ما يطلعش يجري ورايا. الحمد لله عديت. واو، دي الفرخة اللي بتجيب لنا البيض. ازيك يا عمو؟ انت بتروي الزرع؟ ايوه يا ليلى، انتي رايحة فين يا حبيبتي؟ رايحة لتيتا. انت عمو اللي بتروي الزرع عشان الزرع يبقى مالي الحديقة ويبقى ريحتها جميلة جدا. ايوه يا حبيبتي، انا بروي الورود الجميلة اللي زيك دي علشان تدي منظر حلو في الحديقة وتشمي منها روايح جميلة كمان. شكرا ليك يا عمو، مع السلامة. انا راح ابقى لتيتا عشان هي تعبانة. مع السلامة يا حبيبتي. بومة وضفادع، انا مش عارفة تيتا بتعيش هنا ازاي. يا جدتي، يا جدتي، يا جدتي، انت فين؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جايبك هنا يا ارنب؟ هو ده ارنب جدتي ولا ايه؟ يا جدتي، يا جدتي. اهلا يا ليلى يا بنتي، حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. بصي، ماما جابت لك الفرخه دي وقالت لي ان انت تعبانه جدا ومش قادره تطبخي. ايوه فعلا يا حبيبتي، انا تعبانه ومش قادره اطبخ. ايه رايك تاكلي معايا يا ليلى؟ لا، بس ماما قالت لي ما تتاخريش وتعالي بسرعه وخلي بالك من نفسك.
طيب يا حبيبتي، أنا متشكرة ليكي يا ليلى إنك جبتيلي الأكل النهاردة، علشان تعبانة ومش قادرة أطبخ يا حبيبتي. لا ولا يهمك، انت بس لو عوزتي حاجة تانية وناديلي على طول، هتلاقيني جاتلك على طول، او رني بماما. شكرا يا ليلى يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك وانتي مروحة. حاضر يا تيتا. ممكن تسيبيلي الفرخة دي يا ليلى على الترابيزة؟ حاضر، هاتي. هو الأرنب اللي ورا ده بتاعك؟ أيوة يا حبيبتي، ده أرنوبي. جميل قوي. لا الفرخة هنا، حطها في السلة. هسألها الأول يا تيتا. أيوة يا ليلى. أحطها لك في السلة، أسيبها في السلة ولا أطلعها برا السلة؟ لا يا حبيبتي، سيبيها في السلة وحطيها على الترابيزة. ماشي، أنا ماشية أنا بقى. مع السلامة يا ليلى، خلي بالك من نفسك. مع السلامة. لا 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 لا. أيوة، مين؟ أنا يا ماما، افتحي بسرعة. أهلا يا ليلى، الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. أنا وأنا ماشية في الطريق شفت عمو اللي بيروي الزرع، وشفت أرانب جميلة، واحد لونه أزرق، واحد لونه بيش كده، وواحد عندي تيتا لونه بامبي. وانا ماشية في الطريق لقيت ثعلب مستخبي، بس قلت ايه، انا مش هخليه يعرف ان انا انتبهت له قوي كده عشان ما يجريش ورايا. برافو عليكي يا ليلى، انتي بنوتة شطورة جدا. رحت سمعت كلام تيتا وقالت لي حطي الفرخة في سيبيها في السلة زي ما هي على الترابيزة. قلت لها ماشي، وبعد كده قلت لها انا همشي انا بقى، ومشيت. برافو عليكي يا ليلى، انتي كده ربنا هيحبك وهتاخدي حسنات كتيرة خالص، علشان ساعدتي ماما، وصلتي الأكل لجدتك، وساعدتي جدتك كمان إنها تاكل من غير ما تتعب النهاردة في إنها تطبخ الأكل علشان هي تعبانة. شكرا ليكي يا ليلى. العفو يا ماما. يلا بقى يا ستي، عندنا احنا كمان فرخة وهنتغدى مع بعض. ايوه يلا، بس استنوا، عايزه اقول لكم يا جماعه، اوعوا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتعملوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد مننا. ايوه يا جماعة، اوعوا تنسوا زي ما لولا قالت لكم كده بالظبط، تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل حاجات جديدة احنا هنعملها، واحنا بنشكركم على دعمكم لينا، وقولوا لنا رأيكم في فيديوهاتنا في الكومنتات. مع السلامه، باي باي.